لمده قد ايه؟ من مده يوم لاثنين. يعني البويضه مدتها من اول ما تخرج من المبيض بتعيش من يوم لاثنين في قناه فالوب. لو ما جالهاش الحيوان المنوي وخصبها بتتحلل البويضه. فسي مثلا انت يا بويضه هتعيش يوم ايه؟ قالت لك انا بخرج يوم 14 فانا هعيش 14 و15. فبعد اذنك لو عايز يحصل حمل دخلي الحيوان المنوي يا اليوم ال 14 يا اليوم ال 15. طب اقول لك على مفاجاه حلوه، لو انت مش عايز الستات تخلف اصلا ابعد الحيوانات المنويه عنها في اليوم ال 14 وال 15 وخلي معاهم ال 16 بالمره. يعني امتنع عن العلاقه اثناء هذه التوقيت لو انت مش عايز تخلف بدون موانع حمل. يعني انا مثلا الست حاسبه دورتها فتيجي اليوم ال 14 وال 15 وال 16 وبعد اذنك قولي من يوم 12 ل 16، من 12 ل 16 يعني سيبي يومين قبل ال 14 ويومين بعد ال 14 وامتنعوا عن العلاقه الزوجيه. وبالتالي يبقى انت ضامنه، هي ضامنه ان البويضه لما بتخرج مفيش حيوان منوي موجود من الاول، مفيش حيوان منوي هيجي لها بعد ما بتخرج، وبالتالي دي بيسموها فتره الامتناع او فتره امنه. يعني ايه امنه؟ لو انت بدل ما تاخدي هرمون منع حمل دي فتره امنه ان انت تمنعي العلاقه فيها فما تخلفيش. طب لو حد عايز يخلف بقى ايه؟ يخلي باله ويبقى في علاقه في الوقت ده. وده غباء كتير منتشر، يقول لك انا يا دكتور ما بخلفش بقالي 5 سنين، فتسالها تقول لك زوجك بيسافر؟ تقول لك اه يا دكتور ده بيسافر، وتكتشف ان زوجها بيسافر في الوقت اللي بيخرج فيه البويضه مش موجود، فهتخلف ازاي بالعقل؟ فالست ما عندهاش مشكله في جسمها تمنع ان هي تخلف، ولكن هو الزوج مش موجود. فالفتره من ال 12 من ال 12 ل 16 دي اللي هنتكلم عليها بعد شويه، من يوم ال 12 ل 16 في دوره الطمس، الوقت ده فرصه الانجاب فيه بتبقى خطيره جدا. الحيوان المنوي دخل في اليوم ال 12 مثلا فممكن يقابل البويضه في اليوم ال 14. طب لو دخل بعد ال 16 هيلاقيها اتحللت. فانت عايز تخلف مارس علاقه في التوقيت من 12 ل 16. عايز ما تخلفش ابعد عن التوقيت ده لان الحيوان المنوي هيقابل البويضه لو دخل. طيب ده بالنسبه للبويضه بتعيش من يوم لاثنين ودي ضيفها في كتابك، والحيوان المنوي بيعيش من يومين لثلاثه. طيب ادي البويضه وادي الحيوان المنوي، يا ترى الحيوان المنوي بيدخل كله؟ قال لك لا.